ومباراة المغرب بطل افريقيا اللي كان 1-1 في مباراة كبيرة امام الاكوادور. مباراة المغرب بطل افريقيا اللي كان 1-1 في مباراة كبيرة امام الاكوادور. تنفقوا بحر غاز والشعب شدد الصف على دبوزة غاز. ثبتون ارواحكم، انتم القوة الضاربة ولا القوة اللي الغاز متاعها هارب. يا سيدي بن سيدي جاري العزيز ديما يقول لي احنا واحنا، وانا شفنا القرعة وين وصلت. الحقيقة توجع ما الواحد كي يتفرج في الطوابير يدوخ. دولة الغاز وشعب يدفي في ديع القانون. يا ناري على القوة الإقليمية اللي غلبها تيو غاز. تحبوا تقارنوا رواحكم بتونس؟ احنا يا سيدي زواولة، اما الغاز يوصلنا للدار. نصيحة من الجار للجار، في عظ ما تقعد تتفرج في تصويرتك انفخ في الدبوزة بلكشي تشعل. أنا سعيد، الكاس ذهب لمن يستحق. مباراة المغرب بطل افريقيا اللي كان 1-1 في مباراة كبيرة امام الاكوادور. أنا سعيد، الكاس ذهب لمن يستحق. السنغال رافضين تو حاليا ما يبوش يسلموا الكاس، لكن حيمتثل هم طبعا لقانون الفيفا ان حتجيهم عقوبات. لكن شوف، ممكن القرار هذا انا مثلا كرياضي تقولي والله في المباراه فازوا علي مثلا، بعد مثلا فتره خذيت الكاس ماليش شي طعم او لي اي شيء. لكن بالعكس، لان كيف تشوف تاريخيا منتخب السنغال اكثر منتخب ينسحب المباريات. سنه 2000 في كاس افريقيا في نيجيريا انسحب، ذكر فيها المباراه الان كان قائد الفريق باب مليك، الفريق كله انسحب خارج الملعب. مش عارف المباراه ضد كانت مين بالضبط. كرروها في 2013 2004 مع تونس، كانت في الربع النهائي. هدف كان علي مباراة رادس من حكام انسحبوا مباراة، كان بينسحبوا غير ما توانسة عندهم طبعا الخبث الرياضي، ما دورهمش ولا مشوا ترجوهم ان يرجعوا للملعب، قعدوا في نص ملعبهم بدون معنى هدف صحيح، معلش اي غبار. 2013 مع منتخب سارعاج تصفيات كاس افريقيا في ارضهم، كانت في دكار، انسحب وجمهور شغب، لكن عاقبهم الفيفا اعتقد بعد الكاف انه ما يشاركوش من سنتين. اعتقد القرار هذا جاء في وقت عشان كل واحد يعرف الميثاق الرياضي، يعرف من القوانين الرياضيه. لان انت كيف احنا نتكلم على الماده 82 و83 84 82 و84 82 اي فريق ينسحب ويغادر الملعب بدون اي سبب قبل انتهاء الوقت الاصلي، قبل انتهاء الوقت الاصلي، سواء حتى انت جلست ربع ساعه بقيت خارج الملعب 20 دقيقه، تنتهي المباراه لصالح الفريق المنافس. في نهاية الأمر ما راحش يبدل الشيء في القرار. في نهاية الأمر القرار الإداري للاتحاد الإفريقي، المغرب هما أبطال إفريقيا، حتى نشوفوا الطاس كيفاش راح تفسر في لافير هذه. يعاقبوهم. هل ستتم معاقبة السنغال؟ شكون راح يعاقبوهم ورا ما داروش جاست هذا؟ رفدوا كوب دافريك في الماتش تاعهم كونتر البيرو. كاع شفتوا الأجواء اللي صنعوها المنتخب السنغالي. شوف كي تقول لي يعاقبوهم لازم تفهم واش داروا السنغال قبل. هذا لو جاست سامبوليك، شغل فعل رمزي. واش معناتها نقول لك سامبوليك رمزي؟ فعل رمزي معناتها ما عندوش اثر في الواقع، معناتها ما عندوش امباكت في التيران، معناتها ما راحش يرجع لهم التيتر اون رياليتي. لا راهم يعبروا عن موقف هذا سهل. نحن لازلنا نعتبر انفسنا ابطال، حاجه معنويه بصح في الورق سير بابي. المغرب هما ابطال افريقيا، فهمك مليح واش راهم حابين يديروا. حبوا يديروا امبريسيون، شغل ضغط شعبي واعلامي بلي هايليك بلي تحقرنا ولا كوبا لينا. انا ما نستعرفلكش. حبوا يدوا لافير ولا القضيه للشارع الرياضي، حبوا يقولوا للناس اسمع مليح بلي كنا دي فيكتيم تاع كولاسه، بلي تيتر نحاو هنا دون فاسون انجوست بطريقه غير عادله. حب يوصل ميساج بلي تيتر ما تديش في بيرو، تديه في تيران، تديه في ارضيه الميدان. ولكن اسمع مليح، في نهايه الامر ما راحش يبدل الشيء في القرار. في نهايه الامر القرار الاداري للاتحاد الافريقي، المغرب هما ابطال افريقيا، حتى نشوفوا الطاس كيفاش راح تفسر في لافير هذه. ياسر الاستفاده الاكبر هي اننا واجهنا خصم يعني في المستوى تصنيفه يعني في التصفيات المؤهله للمونديال في امريكا الجنوبيه افضل من منتخب البرازيل، يعني اداء قوي، اكيد درس مهم لوهبي قبل مونديال 2026. هذا ما قاله وهبي منصف، قال على انه هذا الخصم يعد من الطراز العالي، خصم يمكنك ان تخرج بخلاصات مختلفه لفريقك، خصم وجدنا كذلك في أرقامه على أنه في آخر 9 مباريات على أنه سجلت عليه هدفين فقط، وبالأمس كان الهدف الثالث. أظن أن هذا الخصم جعلك تخرج كل ما في جعبتك، ليس الكل لكن بالنسبة للنمط الجديد الذي يريد
يريده وهبي من أجل المنتخب الوطني. أظن على أن طريقة الضغط العالي وهي التي تكلم على المدرب كانت إيجابية بشكل كبير. وهنا كان اللعب بلاعبين في الارتكاز في وسط الميدان كان لابد أن يكون حاضرا من خلال الحريمات وكذلك العناوي. الأجواء كانت إيجابية تكلمنا عنها، لكن بالنسبة لهذا الخصم هو يمنحك يعني عصارة تكتيكية لابد أن تخرجها من أنت كمدرب. لكن ربما أظن أن وهبي يخرج بخلاصة، ولكن في الأخير لابد عليه أن ينتج هذه الخلاصة في أدوار أخرى خصوصا في كأس العالم وكذلك في المباراة المقبلة أمام باراغواي. نعم ياسر، يعني في كرة القدم دائما نادرا ما يكون هناك إجماع حول الأداء أو الاختيارات البشرية وأداء بعض اللاعبين أو المدرب بصفة عامة. يوم أمس كان حضور يعني أسماء للمرة الأولى هناك، عودة شادي رياض بعد غياب لمدة طويلة وطويلة جدا، عيسى ديوب رفقة شادي رياض في هذه الثنائيه. ما رايك في هذا الاختيار الثنائي خصوصا يعني بعد المشاكل الكبيره التي عانى منها وليد الركراكي في هذا المحور؟ عندما عانى وليد الركراكي من الإصابات وجدنا بأن عندنا دفاع ربما مهلهل في بعض الأحيان، يعني في غياب نايف أظن على أنه دائما سيكون ذلك عمود الخيمة الذي لابد أن يكون حاضرا هو نايف. مع نايف ربما يعني أنت مع البناء على أساس أنه نايف لابد أن يكون لديك خط عمودي في الملعب، ولاعب تبني عليه الدفاع ولاعب في وسط الميدان. وأظن على أن بالنسبة للدفاع لابد أن يكون الارتكاز دائما على نايف، وفي وسط الميدان يكون الارتكاز على العناوي، بينما الهجوم يبقى دائما مفتوحا على حسب الخصم وطبيعة الخصم. وعندك 3 مهاجمين تكلم عنهم وهبي بإسهاب، أنه عندما تكلم عن الرحيمي لابد أن تكون هناك المساحات خلف المدافعين، عندما تكلم عن الكعبي لابد أن يكون لديك اللاعب من أجل أن تكون في الصندوق. عندما تكلم عن الزبيري فلابد كذلك أن يلعب بطريقة مختلفة. كذلك في وسط الميدان لابد أن يكون البناء دائما على العناوي، أو في بعض الأحيان قد يكون كذلك البناء على حريمات لكن بأدوار مختلفة. بالأمس كان لاعبا بطريقة دفاعية، وهذا ما لا ينظر إليه عدد من الناس، لأن أول اختبار لحريمات في مباراة صعبة لابد أن تمنح هذا اللاعب أريحية. وكذلك هناك من ينظر إلى هذا اللاعب لابد عليه أن يقول بأنه كان منوطا بعدد من الأدوار التكتيكية الدفاعية. ولا ننسى كذلك الضغط الكبير على اللاعب، وأنت تعلم يعني الضغط الكبير لوحده قد يولد أخطاء، لكن بالأمس كان أداؤه متميز، النتيجة كانت 6.2، فبالنسبة لأدائه فهو أمر إيجابي. إضافة لشيء آخر يقوم به حريمات ولم يقوم به يعني سلفه، هو أنه كان دائما يعود إلى الدفاع ويأخذ تلك الكرة من ياسين بونو وكذلك من الدفاع من أجل استثمارها خصوصا في الشوط الثاني، استثمارها في وسط الميدان أو صحيح. على مستوى الأطراف. لكن عندما أتكلم عن الدفاع أتكلم أنه شادي رياض وديوب لم يكن ذلك الديو الناجح، لأن هناك تثاقل من اللاعبين معا. أظن أن شادي رياض عاد من الإصابة، هي لابد لها أن تكون يعني فترة نقاهة، لكن فترة نقاهة مع وجود مباريات ووجود صحيح. كذلك أن تكون هناك استمرارية. فوجدت بأنه عندما يطلع إلى وسط الميدان فكان هناك الاستلام وتسليم الكرة كان هو المشكل الخاص بالنسبة لرياض خلال هذه المباراة، ومنه جاء الهدف. لكن بالنسبة لديوب ربما الكرات الهوائية هو سيكون متميزا، لكن على مستوى الكرات التي تكون في صندوق العمليات أو صندوق المرمى أظن ما زال أنه متأخرا نوعا ما. الإشكال الكبير هو في الارتداد كنا متأخرين في الارتداد. عندما يصعد حكيمي أو كذلك يصعد مزراوي أظن بأن الارتداد دائما ما نعاني في ذلك الارتداد. سجل علينا الهدف صحيح. من خلال 3 لاعبين أمام 6 لاعبين مغاربة، وهذا لابد أن يعاد فيه النظر، وهي النقطة التي لابد لوهبي أن يراها جيدا. وهذا الجميل في الأمر ياسر هو أن خلال هذه الفترات الانتقالية هي تعد فرصة كبيرة لبعض الأسماء، خصوصا أن هناك العديد من الخيارات. باعوف
يعني الذي قدم أداء جيدا وبعنوان التألق هناك في مونديال تشيلي رفقة منتخب أقل من 20 سنة. الأسماء عديدة وعديدة. تحدث كذلك عن عودة نايف أجرد، وأكيد نتمنى له كل الشفاء العاجل والعودة يعني ليقدم الإضافة المرجوة للمنتخب المغربي. الهجوم اعتمد على المهاجم الوهمي، وكانت هناك بعض الانتقادات من جانب الجماهير خصوصا بروفايل اللاعب صيبري، البطء على مستوى تحولات، قد لا يكون هو الخيار الأنسب لهذه الخطة. ربما كن على يقين منصف ان هذه الخلاصه خلص بها وهبي بالنسبه لهذا الاختيار هو لا الوم وهبي عليه. هو مدرب يبحث دائما عن ما قد ينفعه خلال المباريات القادمة، والرجل يفكر دائما في المونديال الآن. لن يفكر في هذه المباراة. النتائج الآنية ليست بالضرورية. أنا بالأمس لو خسر المنتخب المغربي حتى ولو بهدفين ل0 أقول بأن الأمر لن يتعدى مباراة ودية تحضيرية، لأن المدرب وجب عليه أن يخرج بخلاصات. وأظن بالأمس لأنه خرج بخلاصات بأنه الصباري لن يكون ذلك اللاعب الذي قد ينفع. من الأفضل أن يلعب بلاعب قلب هجوم أفضل من أن يلعب بمهاجم وهمي.